هنا احنا في المطعم طبعا خاص بالفندق، وهصور لكم ان شاء الله فيديوهات بالفطار والعشاء والغداء، ويا رب تعجبكم. المفارش بتتغير الصبح والظهر وفي العشاء. هنبدأ بقى بالأكل، والفندق هنا بيقدم اوبن انكلوسيف فطار وغدا وعشاء وسناكس ما بين الوجبات. طبعا دي المعجنات صراحة تحفة جدا جدا، كلها بالزبدة، طعمها جميل جدا وعجباني خالص. احلى حاجة هنا بجد المعجنات. عندنا هنا دي الشربات، تبقى شربات مختلفة على حسب المنيو. يعني دي هيبقى عندنا شوربة عدس النهاردة، وشوربة خضار، وشوربة لسان عصفور. طبعا قسم السلطات والمقبلات ده تبقى احلى حاجة مع الاكل. مخللات، طماطم طبعا، برضو سلطات، سلطة بنجر، كل المقبلات اللي ممكن تفتح نفسكم على الاكل. طبعا دي الصوصات المختلفة هنا مع الاكل كده. هنا دي جميع التتبيلات اللي ممكن تحتاجوها للسلطة. استعرض معاكم بقى الايه الاكل بقى ده كده. بسم الله ما شاء الله. النهارده المنيو مشويات هيبقى بره في التراس، وهنروح نشوفها مع بعض برضه. الله، ملوخية خضراء من التوابل. ده الخضار بقى اللي عايز خضار. دي سلطة حمص. سمك فيليه. ودي سبانخ ولا ايه؟ ده خضار سوتيه بقى للي عايز. كل حاجة بنارها. معنا برضو هنا اهو شوربة الخضار. هندخل بقى على الحلويات. النهارده مدلعينا خالص. في انا شايفة في حلويات شرقية ما كانتش موجودة قبل كده. هنشوف بقى. واو، ده كريم كراميل، ريحته جنن. الله على الجاتوهات. بلح الشام. مش بقول لكم النهارده في حلويات شرقيه مدلعينا خالص. روعه. جاتوهات مختلفة. أنا محظوظة اللي صورت النهاردة علشان الحلويات فيها حلويات شرقية. طبعا عندنا فواكه مختلفة، جوافة وبلح وكنتالوب تفاح بأنواعه، أخضر وأصفر وأحمر وبرتقال، وبرضه حلويات تاني. لا أنا خلاص الرجيم بتاعي اتدمر يا جماعة من ساعة ما جيت هنا. الله، قريبة من جيلي. لقمة القاضي ما شاء الله. دي بسيمة دي.
الحلويات النهارده تحفه 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 بجد. مع بعض المشروبات، عندنا كافة انواع العصاير من اول المانجا، التين والتوت البري وعصير الاناناس وعصير تفاح والليمون بالنعناع وده ايه ده، عصير الكركديه والميه طبعا المعدنيه. كل العصاير موجوده، وعندنا المشروبات السخنه طبعا الشاي وكل اللي يحتاجه هنلاقيه معانا دلوقتي. بقى ده قسم المشروبات ما شاء الله. طبعا اللي عايز اي مشروبات غازيه كله موجود مع التلج صراحه. يا رب الجولة تكون عجبتكم، وهنروح نشوف دلوقتي مع بعض الشوي اللي في التراس بره. وعندنا هنا ده بقى متخصص اللي بره ده اللي بيعمل المكرونة، هنروح معاه دلوقتي نصور. دلوقتي احنا طلعنا في التراس وهنعمل طبق مكرونة يجنن من ايد الشيف مع بعض. انا عايزه اجيبك. الله، احلى طبق مكرونه من ايد الشيف. تسلم يا شيف. ودي القعده في التراس لو حد عايز ياخد الاكل بره في التراس خارج المطعم. احنا دلوقتي في التراس وهنروح نشوف المشويات اللي عاملينها لنا. تسلم ايديكم تسلم ايديكم. هنا لسه اهو يا ولا مية مية. تسلم يا شيف. بقى الوليمة الخروف، والشيف كده هيظبط لنا اهو لحم الخروف. تسلم ايدك يا شيف، احلى طبق.